نوكيا من البراندات العريقة اللي تقريبا مفيش حد ما اشتراش موبايل من نوكيا، ودايما كانت نوكيا في ذهن الناس بتترجم للجودة والعراقة. وبعد فترة طويلة من التخبط انتهت ببيع الشركة وإغلاقها بالكامل، وأخيرا انتقلت لشركة فنلندية صغيرة اسمها HMD جلوبال، اللي بدأت تاخد اسم نوكيا التاريخي وتحافظ على جودة الموبايلات بتاعتها وتنزل لنا موبايلات أندرويد بوجه خام تماما. مشكله نوكيا او شركه HMD الفتره اللي فاتت هي كانت اسعارها، لان الموبايلات كانت بتنزل باسعار غاليه شويه من غير ما تقدم حاجات كبيره قوي في الفئه السعريه اللي هي بتنزل فيها. وبعد فتره شفنا ان الموبايلات بتاعتها كلها تقريبا حصل عليها تخفيضات ضخمه 1000 و2000 جنيه واكتر كمان. لكن النهارده معانا موبايل من اول ما نزل وهو سعره يعتبر كويس جدا. نوكيا 8.1 نزل في مصر ب 6000 جنيه، وده تقريبا يعتبر رقم اقل من السعر العالمي بتاع الموبايل. السلام عليكم، انا احمد مدحت جدو من فون فيديو. ولو انت مهتم بمواضيع التقنيه ومهتم بمراجعات الموبايلات، في القناه دي بتقدم كل الحاجات دي. اتاكد انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وما تنساش تدوس لايك للفيديو. والموبايل ده طبعا موجود في كل فروع محلات الباشا. تفاصيل اكتر عن محلات الباشا هتلاقيها تحت في الديسكربشن، وبرده مواصفات الموبايل بشكل كامل هتلاقيها على موقع عده.com. يلا بينا نبدأ الفيديو. نبدأ بالتصميم اللي هو مزيج من المعدن على الزجاج، والإطار المعدني معمول بشكل إنه يبقى لونين، لون فضي بشكل حاد أو مسطح، ولون تاني بشكل منحني ده بيبقى نفس لون الموبايل. يعني الحقيقة الموضوع ده مدي الموبايل شكل راقي جدا، ولما تمسك الموبايل هتدرك يعني إيه مزيج من المعدن والزجاج فعلا. جودة وقوة في الإيد ورقي في المسكة تضاهي الفئات العليا، تتفوق بكل بساطة على أي موبايل متوسط. الجودة دي بنشوفها في زراير الموبايل المعدنية، بنشوفها حتى في درج الشريحة المعدني. لما نيجي على الشكل التصميم فهو تصميم نوكيا المعتاد، لكن بكاميرا بارزة شوية. يمكن اللي يعيب الشكل والتصميم ده هو ان الموبايل متعب شوية في المسكة. لما نبص على الجهة الأمامية من الموبايل بنلاقي الشاشة اللي هي 6.2 بوصة بدقة فول اتش دي بنوتش كبيرة شوية في الأعلى. شاشة IPS ممتازة من حيث الألوان والاستجابة وزوايا الرؤية، مفيهاش أي مشكلة. سطوحها جيد تحت الشمس برضه، لكن مش الأفضل. الموبايل بيجي بسماعة واحدة أسفل الموبايل، والحقيقة إنها بتطلع صوت ممتاز جدا كعلو وكرقاء وكعمق بالنسبة للفئة السعرية دي، ودي تجربة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. سماعة المكالمات والمايك وتسجيل الصوت بيكملوا التجربة المميزة للصوت، وبيقدموا هما كمان أداء ممتاز جدا. تسجيل صوت مميز، أداء سماعات مكالمات مميز، وبالتأكيد الشبكات هنا مفيهاش أي مشكلة. وطبعا الموبايل بيدعم دول 4G. الكاميرا بقى، والحقيقة ان احنا اتكلمنا عن الكاميرا بشكل كامل في فيديو مخصص للكاميرا، فمش هنتكلم عنها كتير، لكن ممكن نقول بس مواصفات الكاميرا على السريع. الكاميرا هنا 12 ميجا بكسل خلفية، فتحة عدسة f 1.8، عدسة كارل زايس مع مثبت بصري OIS في كاميرا، ودي حاجة مش موجودة في الفئة المتوسطة حاليا. وفي كاميرا ثانوية 13 ميجا بكسل عزل، كاميرا أمامية 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.0، والكاميرا دي بتدعم الذكاء الصناعي في التعرف على المشهد بمساعدة المعالج اللي هو مزود بوحدة معالجة للذكاء الصناعي. الحقيقه انه الكاميرا الخلفيه كانت بتدي اداء مبهر جدا بالنسبه لي، ويمكن لما تنزل جوجل كاميرا كمان هتلاقي اداء احسن مع الكاميرا. طبعا مش هتكلم كتير عن الكاميرا، زي ما قلت لكم هتلاقوا الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن الكاميرا فوق في الاي. لما نيجي للبطاريه 3500 ملي امبير، ودي احد النقاط السيئه في الموبايل، لان الموبايل بيديني حوالي 6 ساعات سكرين اون تايم، وده رقم يعتبر متوسط. والموبايل بيشحن تقريبا بالشاحن السريع المرفق مع الموبايل في حوالي ساعتين ونص. اما ده الGPS والبوصله كان ممتاز جدا، والبصمه الخلفيه سريعه وما فيهاش اي مشكله. اما بالنسبه للاداء، ففي الفيديو برضو بتاع الكاميرا ده اتكلمت عن المعالج بشكل مفصل والبنش ماركس بتاعته وهو موجود فين مقارنه بالمعالجات المنافسه. في الفيديو ده مش هتكلم عن تفاصيل المعالج، وهتكلم عن الاداء الفعلي. خلينا نتفق ان الاداء الفعلي بتاع الموبايل اداء مميز جدا، استخدام سريع، مفيش لاج، مفيش تاخير، بيفتح تطبيقات بشكل سريع، وكمان بيحافظ على التطبيقات في الخلفيه بشكل جيد. يمكن العيب الاكبر في الموبايل هنا هو الذاكره والرام، اللي هم 64 جيجا ذاكره داخليه ورام 4 جيجا، وده تقريبا يعتبر قليل بالنسبه للفئه السعريه دي، لان اغلب المنافسين ب 6 جيجا رام، وفي منهم كتير ب 128 جيجا ذاكره داخليه، فكان يفضل نشوف رام اكتر في الموبايل. لما ننتقل للسوفت وير، فاحنا عندنا هنا سوفت وير خام هو اندرويد 1، بيدعم تحديثات بشكل سريع جدا والمده طويله من نوكيا. صحيح ان هو اندرويد خام، لكن ده لا يمنع من وجود بعض الجلitchات لما تيجي تفتح ابلكيشن شويه ساعات الموبايل بيفريز.
الحاجات دي بتحصل مثلا كل فتره، يعني مش بتحصل بشكل معتاد، مش هتضايقك يعني، لكنها بتحصل من فتره للتانيه. وطبعا هتلاقي تحت في الديسكربشن مراجعه كامله مخصصه للمكفوفين من قناه اندرويد فور بلايند. لما نيجي نتكلم بقى عن الاضافات والمستشعرات، فاحنا عندنا هنا كل الاضافات اللي احنا متخيلينها: جيروسكوب، بوصله، مستشعر اضاءه، مستشعر التقارب والتسارع، عدد الخطوات، وطبعا مفيش اي ار بلاست. عندنا هنا تايب سي، وعندنا شاحن سريع، وعندنا منفذ الهيدفون جاك. وللاسف مفيش لمبه اشعارات، ومفيش مكان منفصل للميموري. خصوصا احنا قدام موبايل بيقدم لنا حاجات مش موجوده في الفئه السعريه دي. بيقدم جوده ممتازه جدا بتتفوق على اغلبيه المنافسين، وبيقدم او اي اس في الكاميرا، وكاميرا خلفيه ممتازه بعدسات زايس، ودي برضو حاجه مش موجوده في الفئه السعريه دي. بيقدم حاجه زي الان اف سي اللي برضو مش بنشوفها في اغلبيه المنافسين في الفئه السعريه دي. وبالتاكيد معالج جديد وقوي اول مره نشوفه في الفئه السعريه دي هو السناب دراجون 710، ولكنه بيعيبه الرام ال 4 جيجا والذاكره ال 64 والبطاريه الضعيفه والنوتش اللي في الشاشه اللي كبير شويه على عكس الترند حاليا. والسوفت وير دي نقطه تفضيليه، لو انت بتحب السوفت وير الخام فده هيكون مميز بالنسبه لك، ولو بتحب اضافات الشركات فده هيكون عيب بالنسبه لك. لكن في وجهه نظري في النهايه ان الموبايل قدم اللي يشفع ليه ان انا انصح بيه لاي حد عاوز يشتري موبايل في الفئه السعريه دي، طبعا بعد ما يتاكد ان المميزات والعيوب دي اللي هو محتاجها. يعني في وجهه نظري الموبايل ده غالبا هيبقى موجه للناس اللي بتحب البراندات او الجوده العاليه، عاوزه موبايل جودته عاليه في نفس الوقت هو بيقدم كاميرا ممتازه، بيقدم اداء ممتاز جدا، في شويه تنازلات لكنه في نفس الوقت قدم حاجات كتير قوي وما خسرش الجوده، ودي حاجه مهمه جدا عند ناس. بالتاكيد في منافسين تانيين اقوياء برضه، لكن في وجهه نظري ان هو يستحق ان انت تحطه في عين الاعتبار وانت بتشتري. وبس كده، دي كانت مراجعتنا للنوكيا 8.1. انا موجود على تويتر لو عاوز تسالني على اي حاجه، وموجود على الفيسبوك @phone4you community، وعلى الصفحه @phone4you. سلام.